الاطمئنان بيجي من قلبك مش من عقلك. لو على العقل لأ، كل اللي بناكله ممكن يسبب لنا يعني أذية كبيرة جدًا. لو على العقل معظم الرياضات اللي هي فيها مثلًا قفز بالمظلات، القفز الحُر، الdiving، دي حاجات الclimbing الmountains، دي حاجات بالعقل لأ طبعًا ممكن تبقى مخيفة جدًا، لإنه في نسب في احتمالات وفي ناس بتموت وهي بتعملها. لكن قلبك لمّا بيطمئن أولًا طبعًا العقل لازم يطمئن إن أنت متدرّب كويس وفاهم كويس، ومع ذلك الاحتمال موجود، لكن قلبك أمّا يطمئن إنه ربنا معاك، إنه الأعمار بيد الله، وإنه لو في حاجة هتحصل لك فهي بمشيئة الله، سواء طلعت جبل أو غُصت في أعماق المحيط، ممكن وأنت ماشي في الشارع عادي ييجي لك الأجل يعني. فالقلب لو اتطمن جزء كبير من الرهاب ممكن يقل. ما حدش بقى في الpodcast friends خالص قال لي إنه بيخاف مثلًا من العفاريت ولا من الجِن، وده صراحة يعني أنا استغربت له جدًا. هل دي لإن دي حاجة بديهية مش محتاجين نقول إن إحنا بنخاف من الحاجات دي؟ يعني ما فيش بني آدم ما بيخافش من الحاجات دي.